الآن نحن وإياكم مع كلمة المرشح الأستاذ أحمد خليل إبراهيم الركابي، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. صاعد تظل صاعد يا المالك صاعد، ولدك ولد العراق شوفوا لك الوالد. ما تحجون نذكركم إذا تنسون، بلد تايه قبل كم عام رتب دولة القانون. هاي تدرون ما تدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الحفل الكريم، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كلام لمولانا أمير المؤمنين إنه قال: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. يا أبناء محافظتنا العزيزة، ذي قار الحضارة والتقدم والجهاد والإخلاص، ذي قار الحرف الأول والكرم والشجاعة والإيثار، أحييكم وأقف إجلالا بين أيديكم وأنتم تشدون العزم لاختيار من يمثلكم في انتخابات مجلس المحافظة المزمع إجرائها يوم 18 أو يوم 18 من الشهر الجاري. ونحن عاقدون العزم للمضي سوية قدما في تحريك عجلة التطور والبناء، مستلهمين من ماضينا التليد وقيمه الإنسانية وحاضرنا المقاوم ومبادئه الإسلامية، عزما قويا لبناء مستقبل مشرف لأبنائنا وأحفادهم. ونضع بين أيديكم برنامجنا الذي يقدم معالجات ومقاربات لأغلب التحديات التي تواجهها محافظتنا العزيزة في سعينا لإعادة الإعمار والازدهار، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل هذا الجهد لما فيه من خدمة للشعب والوطن. إن الشعار الذي نتبناه في حملتنا الانتخابية هو قوة القرار، ونتطلع إلى إعادة بناء الدولة القادرة العادلة مع التأكيد على وحدة العراق أرضاً وشعباً ومؤسسات، والتمسك بالعيش المشترك ورفض التبعية السياسية لأي محور كان، واستعادة هيبة الدولة وعدم السماح بالتجاوز على النظام العام وإعادة أو محاولة إضعافه، والسعي إلى تشكيل حكومة محلية تحترم إرادة الشعب ودور المرجعية الدينية العليا ومكانتها والمؤسسات الدستورية وعملها، والعمل على تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة والتسامح، وتصون الأرض والشعب والثروات. وسوف نعمل على تحقيق التنمية البشرية بأبعادها كافة، والحفاظ على الموارد الطبيعية المتنوعة، وتفعيل العمل التشاركي بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، وبث روح التعاون بين شرائح المجتمع كافة وفئاته العمرية، وتقديم الخدمات ومحاربة الفقر والعوز، ومكافحة المحرومية المناطقية، وتحسين الوضع المعيشي لتحقيق حياة طيبة لأبناء المحافظة كافة دون تمييز، والحث على الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي والارتقاء بدور المرأة
وتنشئة الأجيال الشابة على المبادرة وتحمل المسؤولية في سبيل بناء مجتمع أصيل بتراثه، متفائل بحاضره، واعد بمستقبله. وتضمن برنامجنا محاور عدة: أولاً، دعم الخريجين والعاطلين عن العمل، وهم الطاقة الصاعدة والمتفجرة وقمة العطاء التي يجب عدم التفريط بها وضرورة الاستفادة منها في البناء والإعمار، من خلال توفير فرص العمل وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي والقروض الميسرة لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، ووضع خطط لاستيعاب الخريجين والعاطلين من خلال إنشاء مؤسسات جديدة رديفة لمؤسسات الدولة لاستيعابهم والحد من وجود العمالة الأجنبية بالعراق، ومحاسبة من يستخدمهم بنحو غير قانوني. ثانياً، تطوير القطاع الصحي من خلال الاهتمام بالصحة التي هي من نعم الله تعالى على الإنسان، وهي حق طبيعي يجب أن يتمتع به المواطن وكفله الدستور، وذلك بتطوير المؤسسات الصحية وتطوير البنى التحتية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية. ثالثاً، تطويع قطاع التربية والتعليم حق كفله الدستور، وهو المدخل لكل عملية التنمية والتطور لأي مجتمع يطمح أن يكون مشاركاً في صنع الحضارة البشرية. بلا تعليم بلا حضارة. ويتم من خلال القضاء على الدوام الثلاثي والمزدوج، وتطوير البنى التحتية والمؤسسات التربوية. رابعاً، تحسين الوضع الاقتصادي بعد أن شهد العراق أزمات اقتصادية وتحديات أمنية أدت إلى التأخر في إنجاز الكثير من المشاريع المهمة بالبنى التحتية، وذلك سنسعى جادين في إعادة العمل بالمدينة الصناعية في ذي قار وإنشاء مصفى ذي قار الكبير، وكذلك تطوير القطاع الزراعي وتمكين المرأة ومعالجة أزمة السكن. أيها الأحبة، إن حضوركم الفاعل إلى المراكز الانتخابية واختياركم قائمة دولة القانون ومرشح دولة القانون دليل وعيكم وحرصكم على مستقبل شعبكم ومحافظتكم وأبنائكم وأحفادكم. وأخيراً، شكراً لحضوركم وتفاعلكم وثقتكم وحسن ظنكم بنا، وسنعمل ما مكننا الله على شكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.